قبل ما تفكر تستثمر في العقارات هسألك سؤال صعب قوي. هو انت جاهز تبقى مستثمر؟ ناس كتير قوي في مصر بتتعامل مع العقار كأول استثمار في حياتك، وده طبيعي عشان ثقافة الدولة. العقار هو أأمن استثمار في مصر، بس انت بتعمل ده من غير أي استعداد، من غير أدوات تقييم، ومن غير فهم للمخاطر. العقار نتيجة ان عندك عقلية استثمار، عندك وعي، قادر تشوف الصورة كاملة. قبل ما تستثمر في العقار في حاجة لازم تستثمر فيها الأول: انت، عقلك، فهمك، قدرتك على التقييم، معرفتك بالسوق. قبل ما تدفع المليون جنيه المقدم اسأل نفسك 5 أسئلة: هل أنا فاهم يعني إيه ROI؟ هل أنا عارف أقيم الديفلوبر؟ هل أنا فاهم مخاطر الوقت؟ هل أنا عارف هخرج من العقار ده إزاي؟ هل أنا عارف أنا بشتري أصلا ليه؟ الإجابات دي لو مش واضحة يبقى العقار مخاطرة، ومش عيب إنك تستشير حد يساعدك في الإجابة على الأسئلة دي. أكبر الخسارات اللي أنا شفتها في العقارات ما كانتش بسبب إن العقار وحش، كانت بسبب قرارات غلط، دخول في وقت غلط، حد اشترى حاجة مش مناسبة ليه. فلو عايز تعرف إزاي تاخد القرار ده بشكل صحيح، تابعني.